ما تكلمينا شويه عن فكره ان الطفل الداخلي، يعني المسمى ده احنا بنسمعه كتير حتى في السوشيال ميديا، في العيادات، فكره الانر تشايلد او طلع الطفل من جواك، دي حاجه بتتقال كتير، فهل ده كلام علمي ولا ده؟ الطفل الداخلي حاجة كده موجودة جوه كل واحد فينا. طفل لسه صغير محتفظ بالذكريات بتاعته، محتفظ بكل حاجة مرت عليه، سواء ذكريات مؤلمة أو مشاعر حزن أو غضب أو مشاعر حلوة مفرحة، محتفظ بكل حاجة. الطفل ده بيخرج وقت ما بنتعرض لمواقف، يمكن في الغالب لما بنكون عندنا مشاعر قوية قوي، بيبان لما بنكون متحمسين قوي زي الأطفال لحاجة معينة، أو لما بنكون مثلا فرحانين قوي إن احنا عملنا إنجاز معين أو حاجة معينة، أو لما بنغضب جامد بنبقى شبه الطفل اللي بيدبدب في الأرض وعايز الحاجة دي أو غضبان منها قوي. فهنا الطفل الداخلي هو موجود وبيظهر، ولكن يمكن احنا ما بناخدش بالنا منه. طب هل ده ممكن يكون ليه تأثير سلبي أو إيجابي على حياتي؟ طبعا. لو أنا طول الوقت متجاهل مثلا الطفل ده كأني مش شايفه، ما بركزش معاه، ما بدلعهوش، ما بخليهوش مثلا يلبي احتياجاته اللي هو عاوزها، هبقى طول الوقت متضايق أو حاسس إن في حاجة ناقصة، حاسس إن أنا تعبان مش كويس. لكن لما مثلا الطفل الداخلي بتاعي طلب مثلا إن هو يلعب دلوقتي، عايز ألعب، عايز أعمل أي حاجة وأنا كبيرة وناضجة وعاقلة، فلعبت، فعادي يعني، فرحته ودلعته وفي نفس الوقت عملت الاحتياج اللي هو عايزه. طب الناس مش هتقول عني عبيط؟ ما تقول، المهم ان هو يكون مبسوط وانا اكون لبيت الاحتياج اللي انا عايزاه. طب هل دي حاجه مرضيه، يعني ان يحصل عنده كده يروح يدور على دكتور عشان يلحقه، ولا بيتصرف ازاي؟ ما اقدرش اقول على حاله مرضيه الا اذا كانت فيها مبالغه. يعني لو انا طول الوقت بتصرف بطفوليه وعدم نضج، وطول الوقت فعلا بدبدب في الارض لما بيحصل حاجه او اترفض او ايا كان، او بفرح زياده عن اللزوم وباخد قرارات غلط في الحاله دي، اقدر اقول ان دي مشكله. لكن لو انا قادره اتعامل مع الموضوع بشكل كويس وبشكل معقول في توازن، لا ما فيهاش مشكله. يعني احنا طبيعي ان انا يكون عندي طفل جوايا موجود، طبيعي وموجود عند كل واحد فينا، وعلشان اصلا احنا نبقى كويسين محتاجين ناخد بالنا من الطفل ده، ندلعه زي ما قلنا كاننا بندلع طفل صغير، نلعب. لو طب انا دلوقتي راجل متجوز وبشتغل وشغلي فيه مشاكل وتحديات كبيره، وبيتي فيه ضغوط وفيه ضغوط ماديه في المجتمع كله، فمثلا انا بشتغل 8-10 ساعات في اليوم، برجع البيت، لو بنتغدى، لو بنقعد، مش عارف ايه، امتى انا اسيب كل الحاجات دي واقعد اقول انا حاسس ان الطفل من جوايا؟ يعني مش شايفه ان ده فيه تخلي شويه عن المسؤوليه، يعني ان انا بستهبل؟ اظن ان قدر ان الاستهبال هيكون مفيد لينا ولصحتنا النفسيه. يعني اظن ان انا بعد يوم شغل طويل ومسؤوليات جواز وضغوط اطفال وكل الحاجات دي كلها، انا محتاجه اشوف انا محتاج ايه دلوقتي واعمله. فلو قعدت مثلا نص ساعه ولا ساعه في اليوم ركزت مع نفسي، بصيت انا محتاج ايه وعملته، لعبت شويه، قضيت وقت مع حد بشكل طفولي، مع طفل مثلا، بس عملت حاجات معاه كأن انا طفل زيه، ده هيكون مفيد ليا، مش هيكون تخلي عن مسؤوليه، لان انا مش هسيب كل المسؤوليات واقعد العب. يعني انت شايفه ان في الاخر انا محتاج ان انا ما اتجاهلش الطفل من جوايا، ان انا اديله فرصه ان هو يطلع، والا ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل لو انا كبت الاحتياج ده احتياج بيلح عليا طول الوقت، ان انا اعيشه في حاله كانه لسه موجود، كانه لسه عايش. لو ده ما حصلش انا هبقى انسان مش حاسس بالسعاده، حتى مش قادر ان انا اتبسط باقل حاجه، شايف ان الحياه كلها مسؤوليه بس وجد بس، والدنيا ماشيه اكشن قوي طول الوقت، ما فيهاش اي نوع من انواع الترفيه. طب انت شخصيا بقى بتعملي ايه عشان تحققي الكلام ده؟ ولا انت بتحكيه وخلاص؟ لا مش بحكيه وخلاص، انا بلعب طول الوقت، مش طول الوقت بس بلعب. يعني لما بيكون عندي فرصه، لو عندي فرصه ان انا اروح اتنطط في اي مكان بروح اتنطط، لو عندي فرصه ان انا اروح اي ملاهي بروح ملاهي، بلعب مع اولاد اختي، بلعب مع اولاد اخويا الصغيرين، بلعب معاهم كل الالعاب الطفوليه.